في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا ايه هم عناصر الهيد وشفنا مع بعضينا يعني ايه كومنت. دلوقتي مفضلش غير ان احنا نشوف ايه هم عناصر البادي عشان خاطر نكون شفنا وعرفنا مع بعضينا كل عناصر ال HTML. وزي ما قلنا عناصر البادي هي اللي بتبان في صفحتنا، علشان خاطر كده لغايه دلوقتي صفحتنا فاضيه ما فيهاش اي حاجه، لان احنا كل ده شرحنا بس عناصر الهيد. فدلوقتي هنبدا نشرح مع بعضينا اول حاجه في عناصر البادي وهو الهيدنج. طيب ايه هو الهيدنج؟ الهيدنج بيكون عباره عن عنوان صفحتنا، واللي من خلاله بنعرف صفحه ال HTML بتاعتنا بتتكلم على ايه. هنشوف مع بعضينا دلوقتي ازاي نستخدمه. نمسح الكومنتس اللي احنا كتبناها في اخر درس، ونشيل الاندكس جافا سكريبت مش هنحتاجه في الدرس ده، نمسحه خالص. وطبعا نعمل open with live server عشان نشوف التعديلات اللي هنكتبها مع بعضينا. طبعا هنلاقي ويلكم تو فرونت اند دي اللي احنا كاتبينها جوه البادي، لكن لو احنا شلنا الجمله هنلاقي البادي كله فاضي، مفيش حاجه خالص في صفحه ال HTML بتاعتنا. طيب الهيدنج بيتكتب ازاي؟ الهيدنج بيتكتب ان احنا بنعمل اوبننج تاج وبنكتب اتش، وهي اختصار لكلمه هيدنج. والهيدنجز عندنا في ال HTML بيتكونوا من H1 لغايه H6. طيب ايه هو ال H1 ايه هو ال H6؟ ده اللي هنشوفه مع بعضينا. اولا H1 بيكون هو يعتبر العنوان الرئيسي لصفحتنا، بالتالي لو انا كتبت هنا H1 كتبت learn HTML with front ends وسيبنا، هنلاقي الجمله ظهرت. بس طبعا عكس ما احنا كنا كاتبين قبل كده مثلا welcome to front ends، هنلاقي طبعا هنا الجمله صغيره لكن H1 كبير شويه. وده ليه؟ علشان خاطر لما بنكتب هنا H1 البراوزر نفسه بيطبق ستايل معين على ال H1 علشان خاطر يخليه كبير، علشان خاطر نقدر نسهل على الناس ان هم يشوفوا ان ده ال H1 وان هو ده موضوع صفحتنا. لو احنا مثلا عملنا انسبكت على الصفحه وجينا عند ال H1 هنلاقي هنا مكتوب ان هو عنده شويه ستايلز، واللي احنا هنركز عليها طبعا اللي هي حاجه اسمها الفونت سايز. هنلاقي هو كاتب هنا 2M، وده معناه يعني ان الفونت كبير شويه. مش هركز في الحاجات دي دلوقتي لان ده CSS، ده اللي هنشوفه مع بعضنا في كورس CSS. لكن هنلاقي عموما ان هو طبق فونت سايز على H1 وكبر الجمله شويه عشان خاطر اليوزر او اي حد بيستخدم موقعنا يقدر يشوف ان هو ده عنوان صفحه ال HTML بتاعتنا. يعني انا لو جيت هنا استخدمت ال H2، احنا قلنا من H1 ل H6، لو احنا استخدمنا ال H2 وعملنا كده وكتبنا مثلا HTML CSS and JavaScript وسيفت، لو جينا عند ال H2 وبنبص هنا هنلاقي الفونت سايز 1.5، لكن زي ما احنا شايفين في ال H1 هنلاقي 2. ليه؟ علشان خاطر اليوزر ايجنت او عموما البراوزر بيطبق فونت سايز او عموما جمله اصغر بشويه من ال H1 وهكذا. يعني احنا لغايه لما احنا نستخدم مثلا لغايه H6، انا هدي مثال H6 وجيت هنا كتبت learn جافا سكريبت، هلاقي ان الجمله اتكتبت بخط صغير على الاخر. ده ليه؟ عشان خاطر احنا هنا استخدمنا ال H6، وده اللي هيكون اصغر هيدنج ممكن نستخدمه في صفحتنا. زي ما احنا شفنا كل ما هننزل هنلاقي حجم الخط قل. ده مش معناه ان اخر حاجه معناها انها اقل اهميه، لكن معناه بس ان ده اخر جزء او ده اخر ترتيب للجزء ده. في المثال اللي احنا عملناه ان ليرن جافا سكريبت تكون هي اخر ترتيب، مش معناه ان هو اقل اهميه. نتكلم على البيست براكتس او ايه الحاجات اللي ينصح نعملها لما نيجي نكتب الهيدنجز. اولا الهيدنجز وهي بتتكتب يفضل انها تتكتب بشكل هرمي، يعني نبدا بال H1 H2 H3 H4 H5 لغايه H6. ما ينفعش مثلا نكتب H3 قبل H2. دلوقتي هنشوف مثلا مع بعضينا ازاي نستخدم الهيدنجز بطريقه صح. جينا مثلا هنا نمسح اولا ويلكم تو فرونت اندز، نشوف مع بعضينا دول الهيدنجز. لو احنا مثلا هنا كتبنا learn HTML for beginners وجيت هنا في ال H2 كتبت مثلا introduction عشان خاطر اعرف ايه هو ال HTML. طبعا زي ما احنا قلنا نستخدم H1 H2 H3 وهكذا. طبعا لو جيت هنا في ال H3 مثلا كتبت what is HTML وسيفت، زي ما احنا شايفين هلاقي ان ال H1 ظهر اكبر حاجه، بالتالي اليوزر اللي داخل على الموقع بيكون فاهم ان هو ده العنوان الاساسي بتاع صفحتنا. وبعدها الانترودكشن بانت بشكل اصغر من العنوان الاساسي اللي هو learn HTML for beginners، لكن اكبر من what's HTML. يبقى انا كده قدرت افهم ان what's HTML هو جزء من الانترودكشن، والانترودكشن هي جزء من learn HTML for beginners. يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. لو انا عملت حاجه زي كده اولا انا كيوزر داخل هتلخبط، لان انا شايف ان في فوق لقيت ال H1 او عموما جمله مكتوبه بخط كبير قوي، تحتها جمله اصغر، بعدها جمله اكبر، فبالتالي دي حاجه ممكن تلخبطني، ما بقاش فاهم ايه هو الجزء من الثاني، فبالتالي انا مش هكون فاهم ايه اللي بيحصل وهتوه وانا بقرا الموضوع. فبالتالي يفضل ان احنا دايما نستخدم الهيدنجز بشكل هرمي، نبدا من H1 لغايه H6 لو احنا احتاجنا طبعا نوصل
طبعا مش ضروري ان احنا نستخدم الهيدنجز كلهم، ممكن نستخدم H1 بس، ممكن نستخدم H1 و H2 بس، مش لازم طبعا نستخدم لغايه ال H6، بنستخدم بس اللي احنا محتاجينه في موضوعنا. فاحنا كده هنعتبر خلصنا اول حاجه في البيست براكتسز. تاني حاجه موجوده في البيست براكتسز ان احنا دايما في صفحه ال HTML نستخدم H1 واحد بس في الصفحه. ما ينفعش ان انا اجي هنا تحت H1 اعمل H1 تاني مثلا واكتب learn JavaScript. بعد شويه هقول ليه ما ينفعش نعمل حاجات زي كده، لان كده طبعا اليوزر اللي داخل يقرا المعلومات بتاعتي مش هيكون فاهم بالظبط ايه هو راس الموضوع، او برضه هيتلخبط ومش هيكون فاهم ايه الجزء من التاني. فبالتالي يفضل ان احنا نكتب H1 بس في الصفحه. يفضل طبعا في كل صفحه ال HTML بتاعتنا ان يكون دايما في H1، وبالتالي اليوزر اللي هيخش موقعنا هيكون فاهم ان ده راس موضوعنا، مش هيتلخبط ان في اكتر من جمله مركز عليها او عموما اللي هي فيها ال H1 واللي هو يعتبر عنوان موضوعنا. فبالتالي يفضل ان احنا نستخدم H1 بس. وكده ظهر كويس ان صفحتنا بتتكلم على HTML، واليوزر او اللي داخل موقعنا ما يبقاش متلخبط مش فاهم موقعنا بيتكلم على ايه بالظبط. يبقى احنا كده اتكلمنا على البيست براكتسز. دلوقتي هنتكلم على الحاجات اللي احنا المفروض نتجنبها. اولا ما ينفعش استخدم هيدنج معين علشان خاطر مثلا انا محتاج يكون الخط بالصوب كده، يعني انا ما ينفعش مثلا اجي استخدم H3 علشان خاطر انا عاجبني خط ال H3 وخلي موقعي كله عباره عن H3، لا طبعا. بعد كده هنتكلم على عناصر ينفع استخدمها في الحاله دي، وكمان تعديل الفونت برضو نقدر نعمله بالسي اس اس. فبالتالي ما ينفعش ان احنا نستخدم حاجه معينه من الهيدنجز عشان خاطر الستايل بتاعها، لكن احنا بنستخدم الهيدنجز بالطريقه دي عشان بس نرتب موضوعنا ونفهم اليوزر موقعنا ماشي ازاي، وايه هو عنوان صفحتنا، وايه هي العناوين الفرعيه لموقعنا. تاني حاجه نتجنبها زي ما انا قلت من شويه في البيست براكتس ان احنا نستخدم H1 بس. يبقى الحاجه اللي احنا نتجنبها ان احنا نكتب اكتر من H1. طيب ليه نتجنب ان احنا نكتب اكتر من H1؟ ليه؟ 3 اسباب. اول سبب زي ما احنا قلنا ان لو احنا كتبنا 2 H1، لو انا جيت مثلا عندي introduction واديت لها H1 بدل H2، وعند الواتس HTML اديتها برضه H1 بدل H3، هلاقي ان كله بنفس الكبر. فبالتالي ما بقاش واضح ايه هو عنوان صفحه HTML. انا لما باجي ابص على الموضوع ما بقتش فاهم ان واتس HTML هو جزء من introduction، وانترودكشن جزء من learn HTML for beginners. فبالتالي انا هتوه وانا بقرا ومش عارف افهم المحتوى بطريقه صح. ده اول سبب. تاني سبب وهو ان انا كده اثرت على السيو، زي ما احنا قلنا قبل كده ان السيو اختصار لكلمه سيرش انجن اوبتمايزيشن، وده طبعا الجزء اللي بيخليه موقعنا يبقى في نتائج محركه البحث. فبالتالي لو انا عملت مثلا H1 زي ما انا عملت دلوقتي، جوجل مثلا او محرك البحث مش هيكون فاهم موضوعنا بيتكلم على ايه بالظبط، هيشوف ان في اكتر من H1، فبالتالي هيقول لا الصفحه دي او عموما الموقع ده محتواه مش منظم لانه بيستخدم اكتر من H1. هيقول لك لا المحتوى مش منظم والمحتوى ملخبط، فبالتالي مش هيخلي صفحتنا او موقعنا في اول نتائج في جوجل مثلا او اي محرك بحث تاني. فطبعا احنا لازم نستخدم الهيدنجز بطريقه صح علشان خاطر موقعنا يبقى في اول نتائج البحث. ثالث حاجه اعتبر وهي الاكسسبيليتي. كلمه اكسسبيليتي معناها امكانيه الوصول، ودي كلمه احنا بنقولها علشان خاطر نوضح اذا كان موقعنا يقدر يستخدمه الجميع ولا لا، يعني حتى الناس اللي عندهم اعاقه يقدروا يستخدموا موقعنا. لو احنا مثلا هنا استخدمنا H1 زي في المثال اللي انا عامله دلوقتي، الناس اللي هم ذو الاعاقه لما بيجي يستخدموا موقعنا بيستخدموا حاجه اسمها سكرين ريدر. ايه هو السكرين ريدر ده؟ السكرين ريدر ده بيكون عباره عن برنامج عموما او سوفت وير بيسمح للناس اللي هم ذو الاعاقه بان هم يشوفوا موقعنا وان هم يتنقلوا في موقعنا ويستخدموه زينا بالظبط. فبالتالي لما السكرين ريدر بيخش على موقعنا، اولا السكرين ريدر بيخش يقرا موقعنا، فبالتالي المفروض هو بيبص على H1 H2 H3 عشان خاطر يقدر يقرا الموقع بتاعنا للناس اللي هم ذو الاعاقه. فبالتالي لو احنا عندنا اكتر من H1 بيرتبك وبرده ما بيكونش فاهم بالظبط ايه هو اللي المفروض يشرحه للناس بطريقه الصح، وبالتالي الناس دي مش هتعرف توصل لهم المعلومه صح زي ما احنا عايزين نوصلها لهم. طبعا الاكسسبيليتي هتكلم عليها في فيديو تاني، انا بس حبيت اشرح لكم ليه نستخدم H1 واحد بس في الصفحه. فبالتالي يفضل ان احنا نستخدم الشكل الهرمي زي ما احنا قلنا قبل كده، يبقى هنا H1 فوق H1، هنا H2، هنا H3، وبالتالي هنلاقي ان كده الشكل مريح للعين، بقينا نفهم كل حاجه رايحه فين وجايه منين. تاني حاجه احنا كده قدرنا نظبط السيو، عرفنا ان احنا نقول لمحرك البحث موقعنا بيتكلم على ايه، وفي الحاله دي موقعنا بيتكلم على learn HTML for beginners، فبالتالي هو هيكون فاهم ان introduction واتس HTML ده جزء من موضوعنا اللي هو learn HTML for beginners. ثالثا لما يجي السكرين ريدر يقرا موقعنا هيكون فاهم ان بدايه موقعنا هو learn HTML for beginners، وبالتالي لما يجي يقرا introduction وواتس HTML هيكون بيفهم الشخص اللي هو بيسمعه ان دول جزء من موقعنا، واللي في الحاله دي هو learn HTML for beginners. احنا كده صلحنا كل حاجه احنا محتاجين نعملها، وعرفنا نبني صفحه HTML مظبوطه، وبقى احنا كده شرحنا كل حاجه تخص الهيدنج وايه هي البيست براكتسز وايه هي الحاجات اللي هنتجنبها واحنا بنعمل صفحه ال HTML. وسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الباراجرافز مع بعضينا. شكرا.